السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكران الجميل. كاين واحد المثل كيقول: الأعمى عندما يبصر أول شيء يتركه هو عصاه. جملة قصيرة ولكن فيها وجع كبير، لأن بعض الناس ملي كيوصلوا للضوء كينساو شكون شد بيديهم في الظلام. كاين ناس في حياتنا كيكونوا بحال العصا، ماشي ضروري يكونوا كاملين ولا أغنياء ولا عندهم سلطة، ولكن كيكونوا السند في الأوقات اللي كنطيحوا فيها. كيوقفوا معنا بلا مقابل، كيواسيو الجرح قبل حتى ما نهضروا، كيعطيو من وقتهم، من طاقتهم ومن قلبهم، غير باش يشوفونا بخير. ولكن المؤلم هو أن بعض البشر ملي كدوز العاصفة وكيولي الطريق واضح قدامهم كيتبدلوا. كيولي الشخص اللي كان مهم البارح عادي اليوم، واللي كان سبب في النجاة كيولي مجرد ذكرى منسية. نكرة الجميل ماشي غير قلة تربية، راه نوع من القسوة الصامتة، حيث الإنسان اللي وقف معاك ما كانش محتاج يشد يدك، ولكن دارها بمحبة. وأسوأ إحساس هو ملي تعطي قلبك ووقتك والصدق ديالك لشي حد، وفي الأخير يحسك وكأنك ما درتي والو. الغريب في الأمر أن الإنسان وقت الضعف كيكون حقيقي بزاف، كيبان متواضع، حنون، محتاج، كيعرف قيمة الناس. ولكن ملي كتبدل الأحوال كيبان المعدن الحقيقي. كاين اللي النجاح كيخليه أوفى وكيزيد يتشبت بالناس اللي ساندوه، وكاين اللي أول ما كيقوى كيقطع الحبل اللي كان المنقذ ديالو، بحال العمل اللي أول ما شاف النور أرمى العصا ونسى أن هذيك العصا كانت رجليه في العتمة. المشكل ماشي غير في النسيان، المشكل ملي الشخص كيبدا يحتقر الماضي ديالو ويتصرف وكأنه وصل بوحده. وهذا النوع من البشر مع الوقت كيخسر كل شيء، حيث الناس يمكن تسامح الغلط ولكن عمرها ما كتنسى الجحود. الجميل الحقيقي ماشي أنك تعاون الناس مرة، الجميل الحقيقي أنك تبقى وفي، تعترف بالخير ولو بكلمة، تحفظ الود ولو بعدتكم الحياة، وتفهم أن اللي وقف معاك في أسوأ نسخة منك يستحق يبقى مقدر في أفضل نسخة منك. الحياة دوارة، واليوم يمكن تكون قوي وغدا تحتاج كتف تسند عليه. والناس اللي كتنسى الخير بسرعة غالبا كتعلم الدرس بطريقة مؤلمة، لأن القلوب ماشي لعبة. والخذلان اللي كتزرعه في الناس المخلصين كيرجع لك بشكل آخر وفي وقت آخر. وفي النهاية ماشي العيب أنك تنجح وتكبر وتتغير، العيب هو تنسى شكون كان معاك وانت ما عندك والو. الوفاء ما كيطلبش المستحيل، كيطلب غير قلب ما ينساش، لأن أعظم الناس ماشي اللي وصل للقمة بوحده، ولكن اللي وصل وباقي محافظ على اليد اللي سنداته في الطريق.